غينيا الاستوائيه دي. وعلى فكره رئيس غينيا الاستوائيه هو رئيسها من سنه 79. وعلى فكره سنه 89 دخل انتخابات لوحده وطلع غينيا الاستوائيه دي. وعلى فكره رئيس غينيا الاستوائيه هو رئيسها من سنه 79. وعلى فكره سنه 89 دخل انتخابات لوحده وطلع التاني. على فكره غينيا الاستوائيه دي يا جماعه حاجه جامده جدا، مفيش حاجه خالص. وعلى فكره اهو السيسي يغادر لشبونه متجه الى غينيا الاستوائيه لحضور القمه العربيه الافريقيه. هتقول لي يا راجل اهو رايح اهو قمه عربيه افريقيه. ايوه ايوه ايوه. على فكره بالمناسبه اخر حاجه اقول لكم عليها عشان نختم في الخبر ده، بالمناسبه يعني 4 دول عربيه انسحبت. اهو حبيبي انت يا حوده جاهز والله. انسحاب وفود المغرب والسعوديه والامارات والبحرين من القمه العربيه. المغرب، السعوديه، الامارات، لا وقطر على فكره. الخبر ده الى حد ما نسي قطر. انسحاب وفود المغرب والسعوديه والامارات والبحر وقطر. يمكن هنا في الخبر ده البحرين دخلت مكان قطر، لكن انسحبت كل دول. ليه بقى انسحبوا ليه؟ لان منظمين المؤتمر ده راحوا دعوا جبهه البوليزاريو اللي هي جمهوريه الصحراء اللي عامله مشاكل مع ليبيا مع المغرب. ده ادى الى تاجيلها في وقت يواصل العهد المغربي الملك محمد السادس جولته الافريقيه واللي بتشمل دول وقفت ضد المغرب الى جانب الجبهه. الحقيقه انه المنظمين بتوع غينيا الاستوائيه برضه يظهر زي بتوع لشبونه كده مش عارفين حاجه، فعزموا بتوع جبهه الصحراء في مؤتمر. كانت النتيجه ان المغرب اتضايقت، فاكراما للمغرب السعوديه والامارات وقطر، وانا لسه مصر على قطر، بيقولوا هنا البحرين، لكن اللي متاكد منه السعوديه والمغرب وقطر والامارات انسحبوا تماما من المؤتمر. فانا قعدت اسال نفسي سؤال قبل ما اختم بقى، طب موقف بلح ايه بقى؟ ده السعوديه والامارات وقطر، سيبك من قطر هو ما بيحبهاش هم ما بيحبوهوش، انما السعوديه والامارات سيبك من السعوديه في مشاكل، تبقى الامارات مشت، انت موقفك ايه؟ مفروض دلوقتي تتضامن معاهم وتقول لا انا متضامن قلبا وقالبا والامه العربيه والقوميه ومسافه السكه. ما عملش كده. طيب لو عمل كده بقى تقول له تعالى 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 تستعبط يد ولا ايه؟ تعبيط يد. انت فاكر في مؤتمر 150 سنه برلمان اللي انت عملته اللي كان في شرم الشيخ؟ فاكر؟ انت عزمت بتوع جبهه الصحراء دول، عزمتهم في الاحتفال ب 150 سنه على البرلمان المصري. فانت يا اهبل يا بتمثل يا عبيط. فاذا السيسي دلوقتي لا قادر ينسحب اعتراضا على جمهوريه جبهه الصحراء تضامنا مع السعوديه والمغرب والامارات وقطر والبحرين، ولا قادر يقعد لانه هتقعد هتزعل دول. طب هتمشي طب ما انت عزمت دول في المؤتمر بتاع بين الى اخره. ده يوريك ان الدبلوماسيه المصريه الحقيقه في اسوأ مراحلها، في اسوأ واحده من اسوأ مراحل حياه مصر اقتصاديا ودبلوماسيا وسياسيا وحتى بروتوكوليا، هي العهد بتاع الراجل ده.